وأن يكتب القرآن أو الأدعية على شيء طاهر من الأوراق أو الصحون ثم يغسل وتشرب غسالته، هذا كله جائز والحمد لله، كله داخل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وبعد. إخواني، سابقا لو واحد بكتب لي المكتب المحاية بيكتبها بنية الشفاء وبشربها، الناس تقول لي ده ما بيجوز، هذا بدعة، نبي ما سواه، عمر ما سواه. يلا السنة التركية المضاف ده السنة التركية، النبي ترك السنة التركية، نكون هنا ما ماشي. الآن وصلنا لدرجة قالوا لا ما في مشكلة، تقدر تكتب قرآن أو أدعية، حتى كان بجوز سترة بعلم زعفران، كله قال ما في مشكلة، تشرب. حتى وصلنا لجماعة تقول الكلام ده. هل الكلام ده قلت عمر من فراغ كبس دور تلبس على الناس؟ لا، الكلام ده قال بقية السلف كما ينعته أصحابه، أو يقولون في حقه ما على ظهر الأرض أعلم منه، وهو الشيخ الفوزان. قال تكتب تكتب قرآن أو أدعية، وكان بيغسلها بماء زعفران. سائل بسأله، علم زعفران تكتبها وتشربها بنية الشفاء ده؟ قال ما عنده أي مشكلة، بس جعل شرط إذا كان الكاتب شنو ما عارف ثقة وكده يعني. المهم تكتب قرآن وتشرب ده عند الوهابية جائز الآن، ده زمان ما بيجوز لكن الآن جائز. ده كله كثير، كلامي ده ما على فراغ. اسمع الفوزان عشان يقول لك يجوز ولا ما يجوز. لما سأله لا كده كويس، انتوا زين هسه كده ماشيين كويس، حاب تتغيروا، فضل لنا الحجبات كلها هسه شالونا، والحجبات الشرك وكذا. ان شاء الله سنجيب مقطع او نذكر لكم بعض الادله انه يجوز للانسان يكتب قرآن ويلبس، والحافظ هو الله في الحقيقه يعني. اذا الان نخلوكم مع الفوزان كي اسمعوا كلامه. يجوز لكم تكتبوا واشتروا، يا المضاف الى القائمه، تكتب ولا ما بتكتب؟ شيخك الفوزان ذاته ما في على ظاهر هذه الارض اعلم منه، قال يجوز. رايك شنو؟ السلام عليكم، لكن اخليكم نكملوا المقطع مع الشيخ. حكم استعمال العزائم في الرقية، وهي التي تكتب بالزعفران ثم توضع في الماء وتشرب، وكذا ما حكم القراءة في الماء والنفث فيه للرقية؟ كل هذا جائز والحمد لله، إذا كان الكاتب أو الراقي من أهل الثقة والمعرفة والعلم، هذا جائز أن يرقي المريض مباشرة، وأن يقرأ في الماء ويشربه المريض، وأن يكتب القرآن أو الأدعية على شيء طاهر من الأوراق أو الصحون ثم يغسل وتشرب غسالته، هذا كله جائز والحمد لله، كله داخل في الرقية بكتاب الله عز وجل. نعم.